السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونة ودي قناتي. طبعا شايفين الحاجة الحلوة دي اللي بتتكلم عن نفسها، حاجة بجد تحفة. هنعمل النهاردة طريقة عمل السابليه بطريقة سهلة وبسيطة، والكل ممكن يعملها. مش هتكلفنا كتير، ومكونات موجودة كلها في البيت ان شاء الله. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. نبدأ كده بالمقادير. معايا نص كوباية من السكر، ومعايا فانيليا، ورقتين فانيليا، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا بيضتين. ممكن لو بيض احمر تستبدليهم بواحدة. ومعايا الزبدة، ومعايا الدقيق. هنلم كده كل حاجة على جنب كده، وهنجيب الطبق او البولة اللي هنعجن فيها. هننزل كده بنص كوباية من السكر، وهننزل طبعا معايا كوباية ونص من الزبدة، ادي كوباية. وهنزل كمان بنص كوباية، وتكون جاهزة معانا. طبعا الزبدة لازم تكون درجة حرارة الغرفة، مش تطلعيها من الفريزر عشان ما تبقاش جامدة معاكي. وبالمضرب كده ونخفقها، بس على المضرب على سرعة هادية. ما تزوديش خفق الزبدة بالمضرب السرعة العالية، عشان الزبدة ما تفصلش منك. نخفق كده بالمضرب. بعد كده هنجيب اسباتيولا كده ونلم الحرف الطبق، عشان السكر والحاجة اللي بتطلع ما تكون مش دابت. وحاولي تنزلي برضو اللي في المضرب، وكل عشان كل يعني الخليط يكون متجانس بقوام واحد. بعد كده هننزل بيضتين بلدي. ممكن تستبدليهم طبعا ببيضة حمراء كبيرة، او بيضتين يعني حسب رغبتك يعني، بس اللي ما بيعوزش بيض كتير. وطبعا البيض عشان لو انت مش ضامناه، ممكن تعملي كل واحدة لوحدها كده في طبق لوحده، عشان ما لو في حاجة مش حلوة ولا حاجة ما تزوديش، ما تبوظيش الخليط كله. نزلنا كده بورق الفانيليا. طبعا البيض لازم يكون له فانيليا عشان الريحة او زفرة البيض. ونزلنا كده بذرة من الملح، ونزلنا كده بالكيس التاني من الفانيليا. وهنخفقهم معانا كده بالمضرب، يعني مش حوالي دقيقتين اتنين، ما تزوديش عشان مش عايزين الزبدة تفصل مننا. بعد ما خفقناها والقوام بقى مظبوط معانا، وكل حاجة اتكنست معانا، هننزل بالدقيق. بس هنزل بيه على مرحلتين او ثلاثة، عشان نشوف الدقيق طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني. هنعمله كده يعني تعجني بالراحة. ونزلنا كده بحوالي ربع معلقة من البيكنج باودر. ونعجن كده مع بعض كده لحد ما تديك العجينه المظبوطه او القوام المظبوط. انا نزلت بالدقيق طبعا على 3 مراحل، بس انا زودت، خدت كده كوبايتين وحوالي معلقتين من الدقيق كمان. دي طبعا العجينه المظبوطه وكده قوامها المظبوط معانا. دخلتها التلاجة لمده ساعه، وبعد ساعه رجعت طبعا عشان اشكلها معاكم. طبعا دي اللي الوردة او اللي هنشتغل بيها. طبعا الاشكال دي ممكن ترجع ليكي وتغيري تجيبي حاجة تانية، ممكن تقطعيهم بأي حاجة تانية، ممكن بالشوكة، ممكن أي حاجة ممكن تسلكي بيها اللي موجود عندك في البيت تسلكي بيه. طبعا هفرده. أنا عايزة العجينة أو القوام بتاعه ما يكونش سميك أقل من نص سنتي، لأن طبعا احنا مش عايزينها تكون تخينة معانا. طبعا أنا جيت أوريها، بس طبعا العجينة دي ممكن تقطع معاك، لأنها طبعا بالزبدة، فمش مش هتقدري تشيليها زي العجينة التانية بتاعة القرص أو العيش. هنبدأ بقى بالأشكال كده، هنقطع كده الأشكال اللي انت عايزاها. أخلصها كده كل الأشكال ديت، وأخلص كل الكمية اللي على الصينية معايا. وبعد كده هبدأ أخلي العجين من حوالين الرسومات بالراحة كده، عشان ما يتقطعش منك. وطبعا أنا في الوقت ده مولعة الفرن مسخناه من فوق ومن تحت. طبعا درجة الحرارة تكون على 180. او طبعا انت عارفه درجه حرارة، او عارفه انت نظام الفرن بتاعك بيكون بيشتغل ازاي. فانت بتظبطيه على 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 درجه الحراره اللي انت عايزاها. طبعا اللي بخليه طبعا بحطه كده في الصينيه بالراحه، واحده واحده كده، لان العجينه بتبقى طبعا دايبه زبده وسكر بس، ما بتتحملش. خلصت الكميه كده، وبدل اللي بخلصها بحطها في الفرن تستوي. طبعا سبت العجينه اللي انا لميتها ترتاح شويه، عشان تقدري تشكليها تاني منها يعني كل مره كده يعني هنعملها بنفس الطريقه. فايه هتكررها يعني العجينة اللي بتلميها تسيبها بس شوية ترتاح، وممكن تضيفي عليها مثلا ريحة تبلي ايدك سمنة، بس عشان اللون ما يختلفش معاكي. طبعا انا طبعا طلعت الكمية دي معانا بنفس الطريقة. طبعا هو لسه فيه طبعا في الفرن، ده مش كل الكمية. طبعا انتوا شايفين السوا عامل ازاي يعني من تحت بقى عامل ازاي القعر البيتي فور بيكون عامل ازاي من تحت السوا الاصفر الحلو ده. والوش لازم يكون فاتح شوية، مش تحمريه قوي. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة. طبعا انا هقطع معاكم واحد شايفينه مستوي عامل ازاي، ومعانا دايب. طبعا يعني بنهار لوحده.
شايفينه عامل ازاي. طبعا التزيين ده هيرجع ليكي. طبعا انا ان شاء الله هعمل فيديو تزيين الحاجات اللي انا هعملها. طبعا ليله العيد انا بحب ازين الحاجه صبحه، ما بحبش ايه يعني اعملها واركنها، لان طبعا في صيام وبتاع محدش هياكل حاجه، وتبقى ايه ممكن الحاجه تتغير. وهتقدميها بالهنا والشفا. ويعني لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وحاولوا تكتبوا لنا كده كومنتات وتعليقات، وحاولوا تشيروا الفيديو لاكبر عدد ممكن. وطبعا هنقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان كريم والعيد يجي عليكم بخير ان شاء الله. وكده انتهى الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.